جوهرة أفريقيا يفجر مفاجأة عن انتقاله إلى الأهلي. مانويل جوزيه يوجه تحذيرا شديد اللهجة لكولر قبل مواجهة الرجاء المغربية. ولكن قبل بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم أخبار الأهلي فور نزولها. ونبدأ الفيديو بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجر أحد المواهب الإفريقية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن انتقاله إلى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وارتبط دانييل داغا لاعب وسط نادي داكادا النيجيري ومنتخب نيجيريا للشباب بالانتقال إلى صفوف فريق النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية 2023. وكان داغا قد شارك رفقة نسور نيجيريا في بطولة أفريقيا للشباب التي أقيمت في مصر في فبراير الماضي. وأكد اللاعب في تصريحات صحفية تلقيها عد رسميا من النادي الأهلي لضمه في ميركاتو الصيف المقبل، ويتفاوض مع نادي داكادا للتعاقد معه وحسم الصفقة. وأوضح اللاعب أن هناك مسؤولا في الأهلي تواصل معه وقدم له عرض، لكنه لم يوقع على أي عقود حتى الآن، والمفاوضات لا تزال قائمة بين الناديين. وكشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل أزمة نجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الذي انضم إلى صفوف المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية. وقال شوبير في تصريحات إذاعية أن التونسي محمد الضاوي كريستو يعاني من عدم الانسجام في الأهلي حتى الآن، وهو لاعب صغير السن وما زال يحتاج للوقت. مانويل جوزيه يوجه تحذيرا شديد اللهجة لكولر قبل مواجهة الرجاء المغربية. قال مانويل جوزيه: أشعر بالقلق، النتيجة غير مطمئنة والمباراة صعبة جدا، المباراة عايزة تفكير كبير جدا. وعلق مانويل جوزيه مدرب الأهلي سابقا أن مباراة العودة مع الرجاء صعبة بكل تأكيد، ولكن الفريق الأحمر قادر على تخطي اللقاء حال التسجيل مبكرا واستغلال الضغط الجماهيري والضغط منذ بداية اللقاء. وأضاف: مباراة الأهلي والرجاء صعبة بكل تأكيد، ولكن الفريق الأحمر قادر على تخطي اللقاء حال التسجيل مبكرا، الضغط منذ بداية اللقاء واستثمار الفرص قدر الإمكان. البداية ستفرق كثيرا مع الأهلي، وأتمنى عدم استقبال أهداف والخروج بنتيجة جيدة.